إلى مدينة وجدة ليحول ضيفا على فريق مفعم بالطموح والإقدام اسمه نهضة بركان. الضيوف بكروا بمحاولات جدية طيلة الأطوار الأولى، اندفعوا نحو مرمى الفريق البركاني، لكن الفرص لم تمتلك الحل الناجع لهزم الحارس منير المرابط. نهضة بركان تحين الفرصة لينتفض في وجه أصدقاء عبد الرحيم شاكير. لحسن خميس أرسل إشارات من بعيد، لكن الكرة كانت في اتجاه الحارس أنس زنيتي، قبل أن يعود لحسن أخميس من جديد ومن ذات النقطة وبقذيفة مركزة ليوقع هدفا ثمينا لفريق نهضة بركان. بعد الهدف بقليل أتيحت لفريق الجيش الملكي فرصة سانحة للعودة في المباراة، لكن كريم بن عريف أخطأ الاتجاه الصحيح. الشوط الثاني دشن كسابقه بضغط لفريق الجيش الملكي. الدقيقة 57 تعلن عن محاولة منسقة لأبناء رشيد الطاوسي. الكرة تنتهي عند نور الدين الكردي الذي يسدد بقوة، والكرة تصطدم بالحارس البركاني وهدف التعادل. عودة المباراة إلى نقطة التوازن فرض على أصحاب الأرض الانتفاض من جديد، لكن هذه المرة دون إدراك الهدف. بالمقابل كان الجيش الملكي أمام فرصة إضافة الهدف الثاني، لكن صلاح الدين عقال لم يركز بما فيه الكفاية. المباراة تنتهي بالتعادل هدف لمثله ونقطة ثمينة لكل فريق.